أهلا بيكم في حكاية جديدة من برنامجكم حكاية كل باب. بطلة حكايتنا النهاردة بيقولوا عنها مرة حتى لو كانت جرة. معظم الرجالة بيدافعوا عنها ومعظم الستات ما بيحبهاش وبيكرهوها. السؤال هنا، هل الضرة مرة؟ حسن الاختيار حسب امكانياتي. ضرة ممكن تموت ضرتها، وجع دماغ. ده شرع ربنا. اخاف من ايه؟ زيها زي التلاتة بالظبط. حل للمشاكل، مش حرام وعمر ما حد هيعدل. تعدد الزوجات حل المشكلة. كل واحده بتيجي برزقها. لا، ضد تعدد الزوجات. يتجوز ماشي هو حر. كارثة كبيرة، تعدد الزوجات ظلم للست. كارثة كبيرة. وجع دماغ، كل حاجه. انا ضد تعدد الزوجات بصراحة. شرع ربنا جرائم. لا انا مش موافق طبعا على تعدد الزوجات. هو عجبته واحدة وهو متجوز فبتجوز ماشي. انا مع التعدد، ايوه طبعا. هيقدر يوفق بين الواحده دي والواحده دي ومش هيعمل مشاكل، فمش حرام. تعدد الزوجات من هم إلى هم أكبر. الضرة مش مجرد حكاية، دي مشكلة بقالها سنين. تعالوا مع بعض نتابع تفاصيلها. صعب جدا ان احنا نقول الضرة خربت بيوت او ست حلوة وحللت مشاكل. طب ايه رأيكم نسمع رأي قاضي عرفي في الموضوع؟ بالنسبة لموضوع التعدد، احنا مع وضد. مع إذا كانت الأسباب تتيح للراجل ان هو يتزوج لاسبابه ويحتفظ بيها، يعني بيبقى لنفسه. ضد ان هو يسيء الاختيار، لان عموما المشاكل موجوده في الاول وفي الثاني. فاحنا بنرجح ان لو كانت الاسباب انه فرضت عليه للتعدد انه يحسن الاختيار، لان في بعض الحالات ومشاكل بتجيلنا برضو من التعدد وزواج التعدد، كلها مشاكل برضو بتعتبر مالية وبتعتبر زواج غير مبني على أسس سليمة، كل بناء مبني على المصلحة. ففي الحالة دي بنعارض. أما في حالة الأسباب اللي هي بتجوز شرعية ليه، بالنسبة إنه يعني لابد من إن الزواج عفة ليه على حسب مشكلته الموجودة داخل الزواج الأول، فهنا عليه برضو بالاختيار المناسب. وفي بعض الناس لما بتيجي تاخد استشارة، لو الأسباب فعلا إن هو هيتعدد أسباب شخصية مقنعة، ففي ناس بتنجح. سبب نجاح تعدد الزوجات في بعض المناطق وفي بعض المناطق الشعبية خصوصا، يعني بيبقى الأسباب إنه أحسن الاختيار. في حالات بتنجح يعني بعضها بينجح في تعدد الزوجات، وده بيرجع للرجل النهارده لانه بيقدر يعمل عمليه توازن، يختار زوجه قدرت النهارده انها تحل مشاكل معاه وبيعيشوا في موده. بالنسبه لنجاح زواج التعدد بينطبق على الزوجه اللي بتبقى داخله عشان عيشه كريمه وعفه النفس. ربنا سبحانه وتعالى بيزرع الموده وبيهدي الراجل ان بيستمر في العيش. في تعدد الزوجات لما بتيجي زوجه الزوج احسن اختيارها وبيبقى فيه موده ورحمه، بينجح وبيبتدي الزوجات يعني بتتعامل برحمه ويتعاملوا بموده وبينجح. احنا في مقر القضاء العرفي للقبائل العربيه، اكتر من 70% المشاكل اللي داخله علينا كلها دلوقتي مشاكل بسبب التعدد
ومشاكل الزوج والزوجة. أنا مع تعدد الزوجات في حالات معينة إن اتبنت على حلول للمشاكل، وضده في حالة إن يبقى الاختيار مبني على المصلحة العامة، في استفادة من وراء الزواج التاني إن يكون أساء الاختيار أو المصلحة المادية. واضح ان القاضي العرفي مش ميال للتعدد. طب ايه رأيكم لو سمعنا رأي الشارع؟ تعالوا مع بعض نشوف. انا متجوز واحده ومش لاقي الثانيه والثالثه، لو ربنا اراد. ايه المشكله؟ مش خايف؟ اخاف من ايه؟ ليه عايز تعدد الزوجات؟ شرع. هو ده شرع من ربنا. لو اداني ربنا اداني الفرصه ان انا اجيب واحده واثنين وثلاثه، ايه المشكله؟ حسب امكانياتي. هتعرف تعدل ما بينهم؟ حكمه ربنا سبحانه وتعالى بقى. كل واحده بتيجي برزقها. لا، ضد تعدد الزوجات. ليه؟ مشاكله كتير، محتاج مصاريف زياده، مجهود اضافي كده، حاجات كتير. وجع دماغ، كل حاجه. انا ضد تعدد الزوجات بصراحه، مش مع تعدد الزوجات. تعدد الزوجات ان الواحد يتجوز مثلا 4 مثلا ولا 2 ولا 3. طب ما واحده مريحاه زيها زي ال3 بالظبط. انما لو مش مريحاه بقى وتعباه في حياته وتعباه في عيشته وتعباه اولاده وتعباه في شغله والكلام ده، من حقه ان هو يسيبها ويقول لها الاول. تعدد الزوجات ظلم للست. لا انا مش موافق طبعا على تعدد الزوجات. ليه؟ كده كله مشاكل وعمر ما حد هيعدل. يعني في تعدد مفيش عدل، فيبقى افضل ايه؟ فواحده. يعني ما بتفكرش؟ لا 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 مفيش الكلام ده. ليه؟ من غير ليه؟ مفيش خلاص بقى. يعني اكتر من 30 سنه جواز وفي استقرار الحمد لله وفي اولاد، ما ينفعش. لا لو هيقدر يعدل، يتجوز 2 3 ويقدر يعدل، يتجوز ماشي، هو حر. ممكن يكون معاه فلوس بيقدر يصرف، خدت بالك؟ او هو عجبته واحده وهو متجوز فبيتجوز، ماشي. بس هو لما يتجوز وفي تعدد افضل ما يمشي غلط. حلله ربنا وحطه في القرآن الكريم ان احنا ممكن نتجوز لحد 4، مش حرام. ليه؟ لان ممكن الواحد تبقى عنده مشاكل في بيته، عنده ما بيخلفش، عنده اي حاجه مع مراته والكلام ده، فمش مرتاح معاها، هيتجوز عليها طالما هو مقتدر وهيقدر يعدل بين الاثنين وهيقدر يوفق بين الواحده دي والواحده دي ومش هيعمل مشاكل، فمش حرام. حرام ليه؟ مش احسن ما واحد يبص في الحرام؟ مش معترضين عليه، بس ده عايز يعني قدره من الراجل ان هو يعدل بين الزوجات وكده. فاحنا ده ما نمنعوش، لان ديننا والرسول عليه الصلاه والسلام كان مصرح بيه تعدد الزوجات، وعندنا سيدنا محمد رسول الله نشوف كان متجوز كام واحده. فتعدد الزوجات عندنا في ديننا مش حرام ولا انت مع التعدد؟ انا مع التعدد، ايوه طبعا. بصراحة الموضوع محير، صعب تحب الضرة وصعب تكرهها، صعب توافق على التعدد أو ترفضه. عشان كده بعد الفاصل هسأل ضيوفي، هل الضرة مرة؟ ورجعنا لكم بعد الفاصل وبرحب بيكم مرة تانية، وبرحب بضيوفي الأستاذ مصطفى عبد السلام وزوجاته مدام فاطمة والأستاذة أسماء، وكمان برحب بالأستاذة شيرين محفوظ، محامية مهتمية بحقوق المرأة. أستاذ مصطفى، هبدأ معاك في مثل شعبي كلنا عارفينه، بنقول جوز الاتنين لا قادر لا فاجر. قول لي المثل ده بيعني لك ايه؟ لا كده ولا كده، ولا قادر ولا فاجر؟ لا بالنسبه لي انا. طب امال ايه؟ يعني بالنسبه لك جوز الاتنين بيمثل لك ايه؟ راجل ربنا بيحبه، بس راجل ربنا بيحبه. يعني ايه؟ راجل ربنا بيحبه اداله زوجتين كويسين الحمد لله،
والحمد لله متفاهمين، اللهم لك الحمد والشكر، وده توفيق من ربنا قبل كل شيء. وانا بقول مثل على نفسي، انا ماليش دعوه بالمثل اللي اتقال يا قادر يا فاجر، ولكن الحمد لله يا رب انا بعد التجربه لا شايف انه لا قادر ولا فاجر، لكن توفيق من عند ربنا قبل كل شيء. يعني زوجتين زي القمر، بس ما كانش فيهم يعني واحده كفايه؟ ده اقدار اولا واخيرا، يعني دي حاجه ربنا مقدرها من عنده. ماشي، بس يعني ليه خدت قرار الزوجه الثانيه؟ انا لما شفت أسماء يعني مزاج؟ لا انت لا بتحب لا بتحب الجمال فبتحب تقرر؟ لا انا زوجتي فاطمه والله العظيم ربنا شاهد على كده، كانت ولا زالت نعمه الزوجه من البدايه. من يعني احنا النهارده تقريبا داخلين في 11 سنه مع بعض، اللهم لك الحمد والشكر، ما فيش في يوم من الايام جات لي ليه مش لا. والحمد لله برضو الطيبون للطيبات، ربنا كرمني باسماء، اسماء برضو نفس طيبه فاطمه الحمد لله ويمكن اكتر كمان. والحمد لله يا رب ما كانش في سبب معين للزواج، ولكن لما شفت اسماء يعني احنا الاثنين قلبنا اتعلق ببعض، ورب يعني تعلقنا ببعض سبحان الله كان من عند ربنا، فكان الافضل يعني احنا نتزوج، مش ابقى شفتها واعجبت بيها واعجبت بيا، لا الافضل ان احنا نبقى في اطار في الزواج. كلام حلو قوي، بس انا عايز ارجع للست فاطمه. اول ما استاذ مصطفى قال لك انا هتجوز، رقعتي بالصوت ولا عملتي ايه؟ لا طبعا اكيد مش ما رجعتش بالصوت، بس يعني اكيد زعلت واكيد انهارت واكيد اغمى اتصدمت. عليكي؟ ايه اكيد يعني اول اكشن كده لما جه قال لا لك ما ايه؟ هو ما جابهاليش فاطمه مره انا واحدة. هتجوز. لا ما هو ما جابهاش مره واحده يعني، جابها لك واحده 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 واحده. قال لك ايه يعني؟ ايه رايك يعني ايه رايك بفكر اتجوز؟ ايه رايك اجيب مثلا واحده تشاركك تشارك معاكي في البيت مثلا طلعنا مشوار. قولي لي على اول تبريئه. اول تبريئه قال لي ممكن نجيب تبقى واحده معاكي في البيت، مثلا رحنا مشوار تقعد مع العيال شويه، تقعد مثلا تعملوا الاكل مع بعض، يا سلام على حنيه تذاكر قلبي. مع بعض مع بعض، خايف على الولاد وعايز يريح شغل البيت مع بعض. يعني مش هتعملي كل حاجه لوحدك، انت ليك 10 سنين يعني كفايه تجيبي واحده تشاركك في كل حاجه. عايزه تفهميني ان هو كده اقنعك؟ لا طبعا مستحيل. ماشي. طبعا في الاول كنت مصدومه ومنهاره، طبعا خدت كذا شهر ان انا تعبانه بسبب المشوار ده، فبس بعد كده بقى واحده 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 لحد اول احساس هو قال لك انا هتجوز، ايه كان رد فعلك؟ لميتي الهدوم ولا لميتي العفش ومشيتي ولا لا خالص؟ عملتي ايه؟ قلتي له ايه؟ لا قعدت بالبكا طبعا، وقعدت في مسافه لوحدي ببكي ومنهاره يعني. بس ما خدتش عيال ولا مشيت ولا رحت اي مكان، قعدت في بيت. كان بيحاول يقنعك؟ يعني قعد يحاول يقنعك بقى كل شويه لما بيحاول يرضيني الاول بعد كده يقنعني وبعدين يقنعك؟ يعني نقول الأول. بيضحك عليكي بالارضاء وبعد كده قعد يقنع فيكي؟ لا مش بيضحك عليا، بس هو ايه، احنا مش معاك ولا احنا مش عليك ولا حاجه، احنا بس جايين بنهدي النفوس. لا عادي ما تقلقش. لا هو بصي الاول يعني مش عايز يعمل حاجه من غير ما انا اكون راضيه. لحد انا ما رضيت وقلت له خلاص يا مصطفى امشي في المشوار ده، كنت انا راضيه ومبسوطه بحاجه زي كده، لان انا فعلا اخدت يعني فتره طويله حوالي 3 ان شهور. انا يعني مش متقبله الموضوع اصلا، ومش متقبله اصلا تبقى واحده تانية تشاركني فيه. فيعني الحمد لله يعني زي ما بيقولوا ربنا بيجيب الحاجه زي كده، بس بيحط لك الصبر في قلبك، فانا ربنا صبرني واداني الصبر ولقيت الحاجه دي قلبي ايه مرتاح لها يعني. فانا قلت له خلاص يا مصطفى توكل على الله. طب انا هرجع تاني استاذ مصطفى، وانت بتحكي لمدام فاطمه عايز اتجوز، ما خبيتش الكياس وما خبيتش السكاكين؟ لا فاطمه طيب، ما خبيتش. لا طيب اكيد. لا طيب بروح للبنوته الاموره العروسه الثانيه الاستاذه اسماء، ليه وافقتي تبقي زوجه ثانيه؟ اولا انا كنت مطلقه قبل ما اتزوج من مصطفى، فكانت نسبه زواجي الافضل ليا ان انا اخد واحد متزوج او مطلق. انا شفت ان فرصه زواجي كده افضل. يعني كانت فرصه جوازك قليله؟ لا مش فكره قليله، بس انا اقول لك على حاجه، انا كمطلقه لو اخدت واحد ما سبقلهوش الزواج قبل كده فكنت برضو نفس اللي هسمعه كون ان انا تزوجت واحد معاه مراته ومراته على ذمته. لا بتختلف يعني لا استني. لا مش بتختلف، اقول لك ليه. اتفضلي. اولا انا لو تزوجت من واحد ما سبقلهوش الجواز، تفتكري كنت ساعتها انا هسمع ايه؟ او كنت هفضل اصلا معاه كتير؟
طبعا كلام الناس كتير في فكره ان انت اول فرصه ليك في الزواج وغيره وبتاع، ومش هقول لك مفيش فرص كتير. وكمان السبب الاقوى من ان انا تزوجت راجل متجوز وخصوصا مصطفى، لاني انا كنت بشتغل، فهو كان دايما بيتردد على مكان شغلي. انا كنت بشتغل في صيدليه، هو عشان مريض بالسكر فكان دايما بيجي يعني كان ماشي على نظام الف سلامه عليك. الف سلامه عليك. يعني هو اللي عرفني بس بيه. انت مش باين عليك مريض ولا حاجه يعني، مش مريض سكر. اللي عرفني بيه لو مش مريض سكر كنت هتعمل ايه؟ كان الله يعني الحمد لله الحمد لله على كده. الحمد لله يا رب. اللهم لك الحمد. طيب عرفني بالسكر. طيب انت ما حسيتيش ان انت مش متقبله كلمه تبقي ضره زوجه ثانيه؟ كلمه صعبه ساعات بعد يعني ساعات المجتمع لا هو مش ساعات هو على طول المجتمع رافض كلمه ان انا خليني اقولها لك بشكل حلو. يعني انا اقولها لك، مش هقول لك المجتمع رافض، هو اكيد رافض واكيد الست الاولى رافضه يعني اكيد يعني، بس معروفه ضره انت خطفتي الراجل، انت خربتي بيت مراته الاولى. اتقبلتي ده ازاي وحاولتي تتجاوزي ده ازاي؟ لسبب اتفضلي. انا رديت ان انا اكون زوجه ثانيه، لان انا بصي انا ارضى اكون زوجه ثانيه بس لا اقبل اكون زوجه ثالثه. ليه بقى؟ انا تعالي هنا، انت احنا واحنا بغلط. لا هو مش كبير غلط جدا. بصي وجهه نظري، اللي ترضيه على نفسك ترضيه على غيرك. بالظبط. بس اللي انا رضيته على نفسي اكون زوجه ثانيه، لان انا داخله عليها بعمار مستحيل كنت ان انا اخليه في يوم من الايام يتخلى عنها هي او اولاده. طب ما يمكن هي كمان اي واحده ممكن نفس فكرك زوجه ثالثه، يعني استاذ مصطفى ممكن يجيب زوجه ثالثه زيك كده جميله تخش عليكي بعمار. انا بتكلم عن نفسي ان انا ضامنه ان انا مش هخليه يفرط فيها، وده كان شرط من شروطي قبل ما اتزوجه، ان لو مراتك هتفضل معاك هي واولادك انا موافقه عليك. طب انا هسالك سؤال واحنا بنهدي النفوس. تمام. انت تقبلي تبقي يعني يتجوز عليكي ويبقى في زوجه ثالثه؟ لا. يعني لو جه دلوقتي قال لك استاذ مصطفى انا برتب لجوازه ثالثه؟ لا طبعا، وهيكون رد فعلي اصعب من رد فعل فاطمه. الله الله الله، ده كلام كبير جدا بقى. لسبب واحنا جايين نهدي عليا انا وفاطمه النفوس. هتخلينا احنا الاثنين ولا لا؟ على فكره ده كلامي، ده اللي انا قلته. على فكره انا كنت رشحت له زوجه ثالثه. رشحت لي زوجه ثالثه، ولكن انا اللي رشحت له زوجه ثالثه. وكنت انت هتفضلي ولا كنت هتنفصلي؟ لا انا اللي مرشحها له، كان هنفضل مع بعض. هتفضلي مع بعض، بس كانت الثالثه هتفضل منفصله عنينا في بيت لوحديها. انا اللي خلاني تراجعت عن الموضوع ده مصطفى وفاطمه، قالوا لي طب انت ايش ضمنك الثالثه اللي جايه دي ايا كان سبب ان هو هيتزوج من ثالثه ان هي هتخلينا انا وانتي. ده كان كلام فاطمه. تمام. طيب احنا بنروح للاستاذه شيرين، وعايزه اقول لحضرتك ما هو الدنيا زي السمن على العسل اهو. امال حضرتك ليه بترفضي التعدد؟ انا شايفه الناس منسجمين وممكن الزوجه الثانيه تجيب له زوجه ثالثه والراجل برنس وس السيد. انت بقى رافضه ليه التعدد؟ مفيش اجمل من كده تعدد. هل كل الحالات نفس الحاله بتاعت استاذ مصطفى ومدام فاطمه ومدام اسماء؟ ما هو ممكن بقى استاذ مصطفى يبقى في حالات كتير زيه. انت قولي لنا الفطره اللي ربنا خلقنا عليها ايه؟ ان مفيش انسانه تقبل شريك في زوجها، وبالتالي ما قبلوا اهم يا استاذه حاله استثنائيه وبيساعدوا بعض، حاله استثنائيه، ودي تروح السوق ودي تغسل رجل استاذ مصطفى وديت تسرح له شعر، الدنيا زي الفل. ودي هل مفيش ده اللي احنا شايفينه؟ هل مش بنحسدك؟ الله اكبر. الله يبارك لك يا رب. ده اللي احنا شايفينه، ده يعني الشكل الجانب الايجابي. طب تمام. الجانب الاخر، هل هم مفيش بينهم وبين بعض غيره؟ مفيش مشاكل؟ اكيد فيه، والا يبقى هم كده بيخالفوا الطبيعه والفطره اللي ربنا خلقنا عليها. النهارده ربنا نفسه في الكتاب الكريم قال وان خفتم الا تعدلوا ولن تعدلوا احنا بشر، فعشان اعدل فمش هيبقى الصعب. فهل هم هيتقبلوا؟ كون هم بيقولوا متقبلين ده بقدر يعني مخالف للطبيعه. ماشي، بس بيقولوا لك ان تعدد الازواج ده حل يعني للعنوسه. هو حل، بس هيباشر اموره الزوجيه ازاي؟ النهارده انا عندي بيت، المفروض البيت ده انا عليا فيه التزامات كتير كراجل. هل انت هتقدر؟ انا بالنسبه لي لو هتقدر تفتح 4 بيوت مع 4 زوجات وهتعدل ما بينهم كلهم في كل حاجه، في المصاريف، في الواجبات، هل هو هيقدر يعمل كده؟ استحاله. طب احنا هنسال استاذ مصطفى. استاذ مصطفى، انت فاتح بيتين ولا معيشهم في بيت واحد؟ لا، بيت واحد. بيت واحد. حاسس ان انت بتعدل؟ انا بني ادم. لا لا لا
ما في بتعدلش. بني ادم يقول انا انا عادل مش كل هحرجك العدل. واقول لك مين مميز عن مين. انا هتغاضى عن السؤال ما أنا دوت هرد. عشان انا لا، عايزاك لا، أنا ترجع هرد بيهم على بالسلامه حضرتك. الاثنين. لا انا هرد على حضرتك. انا عايزاك ترجع بيهم، فمش هقول لك الحته دي، بس انت ممكن ايه. انا هرد على حضرتك. اتفضل. مفيش بني ادم في الكره الارضيه معصوم، وانا مش نبي ولا معصوم، انا بني ادم. لكن عشان المركب تمشي انا ربنا رزقني بزوجتين متسامحين. يوم انا ما بزعل فاطمه في حاجه او ما باخدش بالي، مش بعملها بتعمد، لكن ان انا اعمل حاجه بتعمد هنا اتسال. لكن انا مثلا ممكن يصدر مني اي شيء، امر ما، من غير تعمد، من غير ما اقصد، بتيجي فاطمه بمنتهى البساطه، انت خد بالك عملت كذا كذا كذا، سامحيني ما خدتش بالي. نفس الكلام مع اسماء، انت خد بالك عملت كذا كذا كذا، سامحيني ما خدتش بالي. خلاص. طب انا ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي يا فندم. طبعا حضرتك اكيد مهما كنت بتعدل بينهم بقدر الامكان، وده استحاله، اكيد انت الوحيد ما بين الطرفين، انت الشخص الوحيد المستفيد، صح؟ طبعا هو السعيد. هو السعيد يعني. بالظبط. هل انتوا الاثنين بتبقوا طول الوقت راضيين كل الرضا او بنسبه كبيره جدا عن الحياه بينكم انتوا الثلاثه، وخاصه ان في بيت واحد؟ هل انت النهارده زوجه نايمه في اوضه وزوج حضرتك في اوضه ثانيه مع زوجه ثانيه، هل انت الموضوع عادي؟ ما هو لو عادي هيبقى مخالف للطبيعه، لا، مخالف للفطره. مش عادي طبعا. انا مش هقول لك عادي، لا مش عادي ومش عادي ومش عادي كمان. تمام. بس انا واسماء يعني يوم ما قررنا نعيش مع بعض، لان انا وهي اللي قررنا نعيش مع بعض، وكانت صاحبه الفكره اسماء. فيوم ما فكرنا ان احنا نعيش مع بعض يبقى نشيل كل الغيره اللي ما بيننا، حتى لو يعني مصطفى خلاص يعني حصل دخل مثلا اوضه اسماء وانا قاعده، يعني خلاص يدخلوا يناموا، بدخل باخد عيالي انا وادخل اوضتي. تمام. بنشغل بقى، يعني بشغل نفسي. بس انا شايفه ان يعني مصطفى ولا اسماء محسسيني بحاجه، لاني اصلا مصطفى يعني مش عايزه اقول لك ما فيش يعني ان في يعني احساس حنيه قصدك. ما فيش احساس يعني ان يخليني مثلا اغير للحظه. هي مش بتخليني اغير للحظه. ما هو من غير اي حاجه يعني لازم يبقى في غيره، ده الفطره نفسيها بتاعتنا. هقول لك يا فاطمه، انا العصفوره قالت لي ان انت كنت في بيت اهلك ورجعتي لقيتي السيد استاذ مصطفى متجوز. حسيتي بايه بقى؟ طب لا قبل ما تروح بيت اهلها مين اللي ساعدني؟ لا بلاش. اخوها يا مفتري. اخوها يا مفتري اللي ساعدك. ده انت ما سيطرتش على فاطمه بس، ده انت سيطرت كمان على الاهل، على اخوها. اخوها قبل ما يكون ابن عمي هو صديق مقرب جدا، هو صاحبه اصلا. يعني فاطمه بنت عمك. واخو فاطمه ساعدك قبل ما يكون ابن عمي، هو صديق مقرب جدا. فاطمه ما ساعدتكش كمان؟ وابو فاطمه؟ لا مش للدرجه دي. ام فاطمه لما سمعت ايه انت جبار قوي كده. ام فاطمه لما سمعت بالموضوع جت البيت عند اسماء، عملت ايه؟ باركت لي، وعندنا في وجابت لها زياره كمان، وجابت لي زياره وادتني. بصي انا اهلي اصلا يعني طالما مرتاحه وجوزي مريحني ومفيش اي ضرر. لا فاطمه معلش مع احترامي، فاطمه حاله غريبه. يعني فاطمه وافقت والاخ جوز فاطمه يا جماعه ساعدوا. لا ده والام لا استنوا لا ده بشكل غريب. والام راحت باركت للعروسه الثانيه ونقطتها. طبعا الناس كل الرجاله دلوقتي بتتمنى طبعا ان تكون اتجوزت حد زي فاطمه واهل فاطمه عشان يجيبوا العروسه لمصطفى. بس اهلي انا يعني اهلي انت كده في الجنه مش في الارض. اهلي طيبين لا جدا يعني احنا مش بنحسدك الحمد لله خالص، الحمد لله. يعني احنا بس مستغربين. طبعا انت يا استاذه شيرين مش عاجبك الكلام ده خالص، ولا عن مش قادره اقتنع، ولا عن الاخ صعب الزوجه يقتنع. الام راحت باركت لها ونقطتها. طيب هقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا معلش يا جماعه، ما معروف يعني لو لو البنت سكتت ومقهوره ان جوزها اتجوز عليها، الام بتيجي ترقع 100 صوت. ده طب ما يمكن في قهر ومش واضح. بس قهر ازاي بقى؟ لا قصدك ايه؟ ممكن انا ما اعرفش ظروف حضرتك ايه وما اعرفش ظروف الاستاذه ايه. ممكن يكون امي كانت زعلانه بس ما رضتش يعني تبين لي انا عشان انا ما انهارش قدامها مثلا. ممكن يكون برضو تبارك العروسه وتنقطها امي. يعني بصي انت محظوظه يعني شايفه مصطفى مش مقصر معايا. هو انا ممكن يبقى لي اهل جمال يعني. نعم
ممكن يبقى ليا وجهه نظر. هم اهل اسوان بطبيعه الحال ناس طيبين. تمام. طب يعني قصدنا اهل القاهره ايه بقى؟ لا 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 لا، احنا كلنا طيبين. انا اقصد ان هم بيتعاملوا بالطيبه قوي زياده عن اللزوم، زائد ان هم عندهم برضو، احنا برغم ان نسبه الطلاق انتشرت بزياده عن اللزوم. بس انا عايزه اقول لك معلش يعني مع احترامي، الست هي ست حتى لو كانت ما انا هوضح لحضرتك، هم في اي مكان في العالم. لا بس مش في اسوان بقى ولا الاقصر ولا لا، في اغلب المحافظات طبيعتنا يعني طبيعه الانسان الغيره. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. انت حقي يعني ده اللي انا بتكلم فيه. انا بحاول الاقي مبرر يعني. انا بحاول الاقي لهم مبرر اللي هو ممكن عشان هي الناس يعني الطلاق عندهم صعب شويه، غير هنا برضو احنا يعني المحافظات الكبرى برضو جزئيه الطلاق دي بقت امر عادي، لان كتير دلوقتي في مشاكل اسريه فبدا في طلاق. لكن ممكن قرى الصعيد او الاسوان او الكلام ده بيبقى عندهم الطلاق صعب شويه، فهي مضطره زي ما اسماء قالت انا مش هينفع اتجوز حد غير ما يكون متزوج، فهي مجبره من وجهه نظرها ان هي تتزوج شخص متزوج. مع ان اسماء في ناس كتير مطلقين واعرفهم شخصيا ومطلقات وتزوجت مره واثنين ورجعوا تزوجوا زوج اول زيجه كانت هي ليه. مش عندنا ده في الصعيد. كتير. يبقى انا زي ما انا قلت، يبقى زي ما انا قلت ما تنسوش ان احنا الصعيد برضو مقيد، مش متحرر او مش اللي هو التفكير اللي هو برضو. يبقى المبرر اللي انا بحاول الاقيه ليكوا ان انت بس برضو كمان يا استاذه شيرين هنا في برضو في القاهره يعني وبعض المدن يقول لك لا يعني زوجه ثانيه انت ليه تاخد واحده متجوزه مره ثانيه؟ ده بيحصل كتير جدا. بس صدقيني ليه اتجوز؟ طب ما انا اخد بنت لسه اول مره لا بقت تحسب دلوقتي بطريقه ثانيه. النهارده انا هاخد بنت هيبقى التكاليف عاليه جدا جدا جدا، فلما ياخدها ليها تجربه قبل كده فممكن نهدى شويه في الطلبات، او في حد بيحسبها بطريقه ثانيه خالص ان هي بيتها هتهد مره فبالتالي هتبقى اكتر حرصا على البيت الثاني. واحيانا كل ما بتكون الزوجه او البنت كبيره في السن فبيقول لك دي هتحافظ على بيتها اكتر كمان من البنوته الصغيره. ده بقى فكر سائد حاليا. طب استني بقى عليا وعايزه اسال استاذه اسماء، استاذ مصطفى جاب لك شبكه ولا ضحك عليكي؟ قال لي انا اتجوزت فاطمه من 10 سنين فانا جبت لها دبله وخاتم، فسامحيني مش هقدر اجيب لك اكتر من كده. جاب لك دبله وخاتم زي ما نفس الجرامات اللي جابها لها، بس فرقت معانا طبعا. من 10 سنين جرام كان بكام ودلوقتي كان بكام، بس هو جاب عدد الجرامات فما بصش للثمن، وجاب لي عفش عادي اوضه نوم عروسه جاهزه من كل حاجه. عروسه والله. بس ما بتبقاش بقى. طب ما هو لو النهارده في انت لسه زوج بيتقدم لك من الاول مش في زوجه ثانيه وانت مش انت بدايه الكلام انت حاسه برضو ان انت مقهوره من المجتمع شويه. انا مطلقه فانا مين النهارده هيجي لي؟ فانا مضطره اتزوج شخص متزوج. هو ده انت حسبتيها كده، مع ان الفكر ده خاطئ تماما. مش شرط عشان انت مطلقه. لا دقيقه واحده. انا عشت كده. لا دقيقه لا 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 ليه انت حسبتيها كده؟ الموضوع كده انت مش اتجوزتيني عشان بتحبيني. ما انا كنت هقول له انت قلت لي انك اتجوزتيني عشان بتحبيني اصلا. والله انا كنت احنا عايزين استاذ مصطفى يرجع بالاثنين. الموضوع كده كبير مش هيتلم بالسهل. لا والله انا عايزك ترجع بالاثنين في ايدك. اللي جيت لما مصطفى كان بيتردد على الصيدليه على طول فهو نفسه انا خلاص عديها بقى استاذ مصطفى. عارفه عديها يعني العروسه الثانيه عديها. انت عارفه يا استاذه لما اتقدم لي مصطفى اتجوز اسماء انا لسه كنت هسالك السؤال اللي انت هربتي منه. اول ما دخلت البيت ولقيت الاخ عريس وجايب الزوجه الثانيه. لا 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 مين قال لك كان عريس؟ لا ما كانش. لا انا كانت دي في بيت ودي في بيت لسه ما كانش فيه. يعني انت ما اتجوزتش في بيت الاول؟ لا كل واحده في شقتها. امال وديتها عند ااهلها ليه؟ مين؟ عشان اقعد ال10 ايام عشان يقعد براحته. عشان يقعد براحته. طب وانت كانت حالتك ايه وقتها؟ عشان شهر العسل يعني. لا هو انا بعد ما جيت ال10 ايام بس بعد ما جيت ال10 ايام اكتشفت ان هو متجوز. جيت طبعا كنت الاول اسيب البيت يومين، مع عمري ما خدت 10 ايام يعني 10 سنين متجوزه عمري ما خدت يومين في بيت ابويا. قعدت 10 ايام. طبعا كنت باجي يوم وثاني يوم اجي، كنت اجي الاقي الدنيا متبهدله بترتيب طبعا مع اخوكي. يعني هو كان مرتب الدنيا مع اخوها. هي كانت عايزه تيجي ثالث او رابع يوم، بس اخوها هناك كان بيقول لها طب انا معايا امتحانات وهتسيبيني ما تسيبينيش. طب خلونا بقى يحكي لنا استاذ مصطفى رتب مع اخوها ازاي، يمكن بعض الرجاله تستفاد. انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. انا مش عايزه الستات تدعي عليا وتقول لي هو عشان راجل زيه ساعده. هو عشان راجل زيه لا ساعده. لا يعني بس انا ماليش دعوه. لو اختها هتساعدك
يعني هي لو ليها اخت هتساعدك انك تروح تتزوج زوجه ثانيه؟ طب هتصدقيني؟ ثواني اخوها ساعده عشان يفتكر الراجل. هي مدام شيرين الام راحت باركت للزوجه الثانيه علشان هي لقت بنتها خلاص راضيه ومش عايزه تخرب بيتها. متهيألي مع العيله الجميله ديت الاخت كمان هتبارك لهم وكل حاجه ممكن لحظه لحظه جميله جدا. لا وعندهم تسامح. هم حقيقي حاسه ان هو اتفضل. حضرتك بتقولي لو اختها هتوافق؟ اديني الصدمه. اقسم بالله العظيم كانت عارفه بميعاد فرحي. يا جماعه كده انا عن نفسي اقسم بالله العظيم كانت عارفه زواجي قبل. اقسم بالله العظيم اديني بحلف لك بالله، اديني بحلف لك بالله. الاخوات اقسم بالله اختها الاخوات نفسهم بيغيروا من بعضهم والله العظيم كانت عارفه زواجي قبلها بشهر. استاذ مصطفى الكلام اللي انت بتقوله ده بيخليني اسال حضرتك هو انت عامل لهم ايه؟ عامل لهم عمل؟ ولاد عمي واخواتي. لا انت عامل لهم عمل. قول لي الحقيقه بس عشان الرجاله لو عايزين يعملوا زيك انا ماليش دعوه برضه، يعني الرجاله لو عايزين يعملوا زيك. اللي عملوا ان كبارنا ابوها وابويا وعمي وعمي الثاني فهمونا يعني ايه كلمه كبير، فهمونا يعني احنا نحب بعض، فهمونا يعني احنا نحترم بعض، وكل واحد وليه رغبه في حياته لازم الكل يحترمها. فلما هم لقوا رغبتي في الزواج الثاني هتخليني اكثر سعاده فكلهم وقفوا جنبي. مش مساله عمل بقى ولا عامل لهم ايه ولا مسيطر عليهم ولا مقهورين ولا الكلام ده. اكثر انانيه. لا يا فندم، لا اكثر انانيه. لو انا اكثر انانيه كنت اقرب انت عايز تبقى اكثر سعاده في سبيل ان انت يعني هتدوس على سعادتها. ما انت السعاده دي خدت جزء من سعادتها. انا كنت على لا ده هي ترد عليكي. لو كنت حسيت ان هي تضررت ما كنتش رديت بمستوى. قبل ما اتجوز تضررت قبل ما اتجوز. طيب انا هقول على انا مع الظاهر لكن هي برضو مقهوره انها قاعده ومش نافع انها تتطلق. طيب انا هقول يعني ده احساس وممكن ما يكونش حقيقي. لما ببص في عيونك حاسه ان شويه فيها تاثر، فيها زعل، فيها حزن. انا مش قارئة عيون بالعكس. بس غير ما ببص في عيون اسماء يعني بحس انها اقوى شويه، فحاسه شويه في عيونك ضعف او انكسار. فهل الضره مره؟ لا بالعكس. بالعكس في عيونك حزن ولا انا متهيألي قريتهم غلط؟ انا كده لا انا كده، انا طبيعتي كده. انا كل اللي يبص في عينيا يقول لي فيكي كسره، فيكي حزن، فيكي اي حاجه. يعني انا بس انا مش شايفه كده. انا بقول لاسماء يعني لما عشت مع اسماء قلت لها انا يا ريتك كنت شفتك من زمان. ساعات الانسان بيضحك على نفسه ويبقى جواه حزين، وساعات بيبقى مش عارف هو حزين من ايه، بس حزين من ضغوط معينه هو مش حابب يقولها ومش حابب يفتكرها عشان ما يضايقش نفسه، فبتتعبر في عيونه او في وشه. لا بس انا مش كده. انا اللي في قلبي على لساني. انا لو متضايقه اللي في قلبك على لسانك بس ممكن يكون جوه عيونك ومش عايز يتقال. ممكن لسانك يقول اللي مش في قلبك، يعني لسانك ممكن يقول اللي قلبك مش حاسه. صح. بس انا طبيعتي ان انا يعني بصي بطبيعتي يعني بتكلم باللي جوايا، ما بتكلمش يعني طب بصراحه هسالك سؤال. اتفضلي. لما استاذ مصطفى هو واستاذه اسماء بيتقفل عليهم باب واحد، تمام، ما بتبقيش من جوه تعبانه؟ وبصراحه اكيد طبعا دي طبيعه اي ست. اكيد يعني انت مش هتقولي حاجه خارقه او هتقولي حاجه مثلا. اكيد يعني اكيد في ستات ما بتستحملش. طب ماشي انا هقول لك على حاجه. انا بشغل نفسي، فاهمه؟ انا بشغل نفسي في الوقت ده وهي ايه بس من جواكي في الحته دي زعلانه بتحسي. لا ما انت لسه قلتي اكيد يا ستي. انا يعني في الوقت ده خلاص انا بصي عارفه ان دي مراته وحلاله، ويوم ما دخلت البيت ده اتوقعت ان حاجه هتحصل زي كده. يبقى اتحمل. ما هي الاحساس حاجه والفعل حاجه ثانيه يا استاذه فاطمه، صح ولا طب ما لازم اسيطر على احساسي. طيب احنا عايشين في بيت بتسيطري عليه بايه بقى؟ قهر نفسي عليكي. يبقى هنا هو لا ما فيش قهر بالعكس. خلاص انا مضطره استحمل ومضطره اعيش عشان في اولاد، عشان في حياه زوجيه، علشان انا التقاليد عندي ما تنفعش ان انا اطلب الطلاق، ده ابن عم. انت عماله تبرري لنفسك طول الوقت، انت بتبرري لنفسك طول الوقت. انا قلت لمصطفى وبعدين طبيعي انت حتى لو مش بتحبي زوجك، احنا هنفترض ان انت مش بتحبيه، فطبيعي ان انت حد بيشاركك في زوجك طبيعي هيبقى في غيره وفي اكيد وفي احساس صعب جدا جدا. ما بالك انت المفروض على كلامكم ان في كمان حب ما بينكم، فازاي؟ انا بحاول اسيطر على اعصابي. بحاول
بتحاولي لا انا بحاول على بصي على اعصابي على قد ما تسيطري على اعصابك في سبيل اسعاده. يبقى زي ما انا قلت ان في انانيه منه، ان هو عايز يتجوز زوجه واتنين علشان خاطر يسعد نفسه، لكن ده في المقابل بيجي عليكي. وبرده اكيد هي كمان بتبقى اكيد برضو بيبقى فيه غيره. اكيد طبعا. هي بصي هي بتحاول تسيطر على نفسها وانا بحاول اسيطر على نفسي. ليه؟ لان احنا عايشين في بيت واحد خلاص، قررنا ان احنا نعيش يبقى نتحمل اي حاجه تحصل ما بيننا. طيب انا عايزه ارجع لاسماء واقول للاسماء، بيقولوا الزوجه الثانيه دايما تاخد نص زوج، هل انت حسيتي الاحساس دوت؟ انا مش حسيته، انا عايشاه لسبب، لان انا لو بصيت عايشاه؟ لا مش عايشاه. انت انا مش عايشه كلامك يا اسماء. لا ما تخافيش، دقيقه طلعت يا اسماء. انا عايزه اوصل لك حاجه، انا عايزه اوصل لك ان انا لو بصيت لمصطفى انه هو زوج كامل ليا فانا هظلمها. فانا دايما ببص لمصطفى من وجهه نظري انا ان هو نص زوج ليا، لان لو بصيت له انه ده زوج كامل ليا ساعتها والله هي اللي هتتظلم، هبقى عايزاه ليا لوحدي. كمان ان انت تاخدي نصف زوج، طب ما هو ده ظلم ليكي. لا ده مش ظلم ليا، انا شايفه ان ده عدل ليها. انا لو بصيت له هو كراجل كامل ليا انا بتاعي انا، ساعتها هو لو قال لها عايز شاي، ما هو العدل هنا يبقى نص زوج هنا ونص زوج هنا. فانت ايه اضطرارك انك تتزوج بزوجه ثانيه وانك تظلم دي وتظلم دي، الا لو في مبرر قوي للزواج. انا مش هقدر احرم الزواج لان ربنا شرعه. لسه كنت هقول لحضرتك استاذه شيرين، ربنا مشرع يعني الجواز والتعدد والقانون مشرعه، انت ليه ضده؟ ما الناس زي العسل. هو القانون هنا مشرعه بشرط اختار الزوجه الاولى واختار الزوجه الثانيه، لان في ازواج ممكن يتزوج زوجه وما يختارهاش ان في زوجه اولى على ذمته. لا انا مش اخترتها، بس هي كانوا بيتكلموا بس القانون لا يبرر بعدم اختيار الزوجه يعني. لا ازاي بقى ده القانون بيجرم ان لو الزوج ما اختارش الزوجه الاولى بزواجه لازم يثبت في وثيقه الزواج عدد الزوجات اللي على ذمته، وبالتالي الموثق او المأذون بيختار الزوجه ولازم يثبت محل اقامتها ويعلنها. لو ما اعلنش لو ما تمش الاعلان ولو ما اثبتش، بس خلينا متفقين ان ده ما بيحصلش على ارض الواقع، وحضرتك محاميه وعارفه بيحصل، بس بيبقى في بعض الألاعيب عشان ما يختارش الزوجه الاولى. واحيانا الزوج بيتزوج زوجه ثانيه وهي ما فيش اي علم ليها بالزيجه الاولى خالص، وبيثبت ان هو في الوثيقه ان هو ما فيش اي زوجه على ذمته. بالظبط وده ليها عقاب، فيها بتوصل لدرجه الحبس لمده سنه، وبتوصل لغرامه من 20 ل 50 الف جنيه. ولسه في تعديل تاني في القوانين هيعلوا العقوبه. انا مش بتكلم على حضرتك، هو واضح ان الموضوع هيسخن اكتر، بس خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبرحب بضيوفي مره تانية، وبرجع للاستاذ مصطفى وبقول لك حضرتك بس مش مؤمن بالتعدد، يعني بتشجع الناس. انا عارفه من فيديوهاتك حضرتك بتشجع الناس انها تتجوز تاني. لا انا طلعت كتير في السوشيال ميديا وعلى قناتنا على اليوتيوب، قلت انا لا ادعو للتعدد، مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا خمسه، كتير خالص. انا لا ادعو للتعدد وزوجاتي لا يدعو للتعدد، ولكن بننصح، ولكن احنا بنقدم نصايح مش اكتر في قناه اليوتيوب او على اي قناه فضائيه طلعنا عليها. لكن احنا لا ندعو للتعدد، لان التعدد مش احنا اللي اخترعناه او اللي احنا اللي نزلناه للارض. التعدد شرع ربنا، وربنا هو اللي شرعه، وما لناش احنا يد فيه. فاحنا قولا واحدا لا ندعو للتعدد. طيب استاذه فاطمه، انت عندك بنتين زي القمر، ومنهم بنوته عندها 10 سنين اسمها مريم. ايوه، ايه رايك نشاركها في الحوار على التليفون؟ مريم هي معانا على التليفون. مريومه مريم نعم سامعاني؟ ايوه سامعاكي. ازيك عامله ايه؟ مريم كويسه الحمد كله تمام. مريم عايزه اسالك يا حبيبتي سؤال، انت بتحسي ان انت عندك مامتين ولا في مشكله عندك؟ نعم، انت بتحسي ان انت عندك مامتين ولا في مشكله عندك؟ يعني انت عندك ماما فاطمه وعندك ماما اسماء، ولا انت عندك مشكله؟ سامعين يا مريم؟ ايوه طبعا انا بحب الاثنين. بتحبي الاثنين؟ يعني انت ما حسيتيش ان حياتك اتغيرت بعد بابا ما اتجوز؟ لا ولا حاجه اتغيرت.
طب بيني وبينك كده يا مريم، بيني وبينك كده، انت ما زعلتيش لما بابا اتجوز؟ ما زعلتش؟ لا ما زعلتش خالص خالص. يعني حتى مريم كمان يعني مبسوطه. طيب مريم، ماما اسماء بقى بتعاملك ازاي؟ نعم؟ ماما اسماء بتعاملك ازاي؟ زي الفل. يعني بتحبك وبتدلعك وبتجيب لك حاجات والدنيا تمام؟ ايوه والله. يعني مبسوطه؟ مبسوطه. طب أيوة. لو بابا اتجوز تالت جاب كمان ماما تالته هتبقي مبسوطه؟ ما عنديش اي مشكله. مفيش مشكله. الله الله والله يا مريم انا مش عارفه اقول لكم ايه، انتوا عيله جميله يعني يا مريم. يعني ربنا يسعدك يا حبيبتي يا مريم وميرسي ليكي. ممكن اكلمها؟ اتفضل. يا ميمه. ايوه يا بابا. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. وحشتيني خالص الكام ساعه اللي انا غبتهم دول. بابا هيبوسك من هنا ومن هنا يا مريم. هي ريهام يا مريم، هي ريهام لما كان نفسها في قطه، مين اللي اهتم انه يجيب القطه الريهام؟ ريهام دي اخت مريم ها؟ نعم؟ ماما اسماء. يعني لنا ولا ماما فاطمه اهتمينا صح؟ وفضلت ماما اسماء مهتمه انها تجيب القطه الريهام؟ طيب بالنسبه لك انت يا حبيبتي، لا انتوا في حته ثانيه، انتوا اسره جميله لا ما شاء الله. بالنسبه لك انت يا حبيبتي لما بيكون في سر معاكي بتقوله لي انا ولا ماما فاطمه ولا ماما اسماء؟ لا ماما اسماء. ماما اسماء. ما انا بقول انتوا عيله جميله ومتهيألي صعب انها تتكرر. ميرسي ليكي يا مريم. شكرا. لا ممكن لحظه برضه؟ اتفضل يا مريم معانا؟ مريم تقريبا قفلت. طيب في معلش ممكن بس انا عايزه اساله سؤال. اتفضلي. انا لسه كنت اقول لك ايه رايك في الكلام الكبير دوت والعيله الجميله اللي ما تهيأليش لا هم مش متواجدين على الكوكب حبيبي. انا ما تهيأليش يعني انت تحب ان حضرتك لو بنتك زوجها تزوج عليها؟ ما عنديش مشكله والله. ما هو مفيش مشكله خالص. ليه لو إرادة ربنا يعني ده احرم حلال. كمان ما عنديش لا مش موضوع تحريم حلال، ما هو ربنا نفسه قال وان خفتم الا تعدلوا ولن تعدلوا، ما هو ده كلام ربنا. ما هو اراده ربنا، بس ساعات المرض كمان بيكون اراده ربنا يعني كل حاجه. لكن انت موافقه ولا رافضه؟ لا انا مريض، انا واحد من الناس مريض. ايه المرض؟ طب انا بتكلم على ان انت موافقه ان بنتك يتجوز عليها، يعني جوزها يتجوز عليها تبقى زوجه ثانيه؟ لا ثانيه واحده، لو واحد زي مصطفى مفيش مشكله. وانت تعرفي هو مصطفى بيعمل ايه؟ لا لو واحد اخلاقي اتمنى لها لا وانا معايا لو واحد هيقدر يعدل زي مصطفى. يعني انا عايزه اعرف انت يعني انت اكيد عرفتي طباعه مثلا من مواقف بسيطه، لكن كحياه وحياه اسريه اكيد انت ما تعاملتيش. فافرض لو هو، وبرغم ان انا عارفه ان اكيد في مشاكل، ما تقوليليش لا في الدنيا ومشاكل بزياده كمان. بس كل طرف فيكم بيجي اكيد على نفسه عشان زي ما انتوا بتقولوا البيت يمشي. لا مش بيجي على نفسه. احنا لو بيننا وبين بعض شعره هي وحافظنا عليها وانا ارخي الشعره هتفضل موصوله، لكن لو بيننا وبين بعض فولاذ هي تشد وانا اشد هيتقطع. طيب استاذه شيرين، في بعض الدول العربيه الجوازه الثانيه بتكون عادي، فالست المصريه بالذات الموضوع بيبقى بالنسبه لها صعب جدا. هل هي يعني بصي ما بتحبش تبقى زوجه ثانيه؟ الست المصريه بطبيعه حالها او بطبيعه اي ست ان هي مش بتحب شريك في زوجها. الست المصريه بالذات متسلطه، يعني مش متسلطه لان اصلا الزوج ما بتبقاش لاقياه. يعني احنا بطبيعه الظروف اللي احنا فيها الزوج تقريبا طول النهار بره، المصاريف مش بالحجم اللي هو يفتح بيت تاني ويفتح بيت تالت، فالنهارده العمليه ماشيه كده بالعافيه شويه. فابص الاقي الساعتين اللي زوجي هيجي يقعد معايا فيهم اقول له يقول لي انا رايح بيتي التاني، انا هاجي لك مره او مرتين في الاسبوع. ما هو لازم زي ما هيقعد هنا هيقعد هنا، هيحط لقمه هنا هيحطها في البيت التاني. فالنهارده برضو الظروف الاقتصاديه بقت ليها تاثير في الرفض اساسا. بالاضافه النهارده برضو بقى في تكنولوجيا كتير، بقى في حاجات كتير، خروج سفر. النهارده كل ده انا ازاي هبقى كزوجه وكأنثى وكامراه ابقى قاعده وعارفه ان زوجي رايح يتفسح مع واحده ثانيه؟ مش هقول زوجه لان هي مش بتحسبها زوجه. احنا لو حسبتها زوجه هيبقى في قهر نفسي وانها تيجي على نفسها بزياده، عشان زي ما استاذه فاطمه قالت ان انا بشغل نفسي عشان اعدي الامور. لكن مع الوقت التراكم النفسي ده هيأذيها وممكن يتعبها ويوصلها لمراحل فعلا تبدا تعمل مشاكل. هو السؤال بس، هو الزيجه دي بقى لها قد ايه؟
الثانيه؟ سنتين. يعني لا لسه وعايشين برضه مع بعض السنتين. لا هقول لحضرتك على حاجه. احنا كنا في مصطفى ب 10 ايام عشت مع فاطمه. طيب ليه ما عشتوش في بيت، يعني كل واحده في بيت؟ ده كان رايهم هم. احنا اللي حبينا ان احنا الاول بدايه كانوا بيتفقوا عليك. لا هو البدايه اللي هو اللي متفق عليه. ما هو طالما كده كده يبقى عايزين يتفقوا عليه. هو مجند الدنيا كلها، فمين يتفق على مين؟ هي البدايه هو مجند زوجاته ومجند الاهل الزوجه الاولى، واكيد اهل الزوجه الثانيه. جبار استاذ لا انا عايزه اوصل لكم وعايزه اقول لك لا اهلها ولا اهلي كانوا هيتدخلوا في حياتنا، لان هو من البدايه عامل حدود لكل حد. يعني تمام، اهلي ليهم حد واهلها ليهم حد. انا اهلي ما بيتدخلوش في اي مشاكل. استاذ مصطفى واضح ان هو خطير جدا جدا، وعشان كده عايزه اساله السؤال ايه النصيحه اللي تقولها لاي زوج بيفكر يتجوز تاني؟ ما تتجوزش تاني الا اذا نعم ما تتجوزش تاني. ده كلام كبير قوي. والله العظيم بناء على التجربه. انا بقول لاي واحد مسؤولية. مقبل على تعدد الزوجات. التجربه مش ناجحه. لا، هو بناء على التجربه هو يبقى بالظبط. انت بتعاني وهم بيعانوا. ما هو يبقى انت بتعاني وهم بيعانوا. خليه يكمل استاذ كريم. انا عايزه افهم ليه ما يتجوزش تاني؟ مش الرجاله كانت مبسوطه بعد الزواج. لا تقربوا الصلاه. اكمل الايه. اتصدمت. احنا مسكنا في لا تقربوا الصلاه. اتفضل اكمل الايه بقى. اتفضل كمل. أنا بنصح أي واحد ما تقبلش على الزواج التاني بعد التجربة اللي أنا عشتها. التجربة صعبة جدا. أولا مسؤولية أمام الله قبل ما تكون مسؤولية أمام الناس. فلو أنت مش قد المسؤولية دي، كل واحد عارف قدرات نفسه وكل واحد عارف هو يقدر على إيه. لكن إذا أنت مش قد المسؤولية دي، أنصح لوجه الله ما تقدمش عليها. لأني الزواج التاني هتفرح 10 أيام، هتفرح 15 يوم، لكن إيه المسؤولية اللي بعد كده؟ ده اللي انا بقوله. لكن مش بقول ما تتجوزش. لا انا مش هحرم قبل ما اختم او هنصح بحاجه حرام. قبل ما حلال. عايزه اسال مدام فاطمه تقولي ايه لاي زوجه جوزها ناوي يتجوز عليها؟ خليه يتوكل على الله. دي لو بيعاه يعني مش عايزه تعرفوا اصلا. لا هي سكتت. لا يا استاذه شيرين، هي سكتت ما عرفتش تقول ايه. يعني سكتت لا يعني لو هي شايفه ان في مصلحتها خلاص تتوكل على الله. تتوكل على الله. يعني توافق ان هو يتجوز يعني لو شايفه ان في مصلحتها. في مصلحتها ازاي؟ يعني لو كان ده مش مثلا مش هيجي عليها، مش هيجي على اولادها، مش هيجي. وهيكون الزوج عادل. لازم هيجي. انتوا قلتوا هيبقى، اسماء قالت انه هيبقى نصف زوج، فلازم هيجي. انا قلت نصف زوج. طب هو مش محسسني ان نصف زوج ليكي ونصف زوج ليها لسبب بياخد من حقها. ده من وجهه نظري انا، علشان انا لو بصيت كزوج هو ده اللي هيحصل. ده الواقع. هي لو شايفه ان ده هيسعد جوزها وهيسعدها تتوكل على الله. انا كنت شايفه ان ده يعني لما في الاخر جيتوا هيسعدني وهيسعد طيب مصطفى. انا شايفه اللقاء مش هينتهي والنقاش جميل جدا جدا وممتد، بس انا مضطره اختم واقول ان التعدد شرع ولازم نحسن استخدامه. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه.